اليوم حنشارك معكم وصفتي اللي معتمدتها دايما في الطلية وتجي بزاف بنينة، فيها ريحة المزهر مع القارص، وكي تطليو بها الحلوة تقعد طرية ما تتكسرش، بالعكس تبان شغل رانا دايرين فوندو. وهذه هي النتيجة اللي نحوسو عليها. حنمدلكم عبار صغير ونكتب لكم كي تحبوا ديروا كمية كبيرة اسفل الفيديو. في اي كاساتي عندكم ديروا 4 كاس حليب، 4 كاس مزهر، و4 كاس زيت، ونص ملعقة ملون ابيض. خلطوهم مليح، من بعد ضيفوا السكر الناعم. انا استعملت 3 كيسان غربلتهم. كي تولي عجينة نعجنوها مليح بيدينا. اذا كانت كمية كبيرة ديروا بالبيتخا. كي تعجنوها جيبوا ليمون معصور وتصفيوه. واستعملت 4 كاس. خلطوا الطليه ودخلوا فيها مليح هذاك الليمون بهذه الطريقه حتى يوليو يجوا فيها ديبول كيما هذا. اذا حبيتوا فيها القرص كثر زيدوا ضيفوا الليمون، بصح ديروا في بالكم بلي تزيدوا السكر الناعم حتى توصلوا لقوام ثقيل بهذا الشكل. وتقدروا تضيفوا ملون ولا لي باتاغون ملونين. غطيوا عليها بكيسون كونتاكت على جل الهواء وخبيوها في الثلاجه ليله كامله، ولا ديروها صباح واستعملوها العشيه. المهم لازم تريح باش تجي مليحه.